سلام عليكم، سعيد بلقياكم في يوم واحد قاصرين بإقليم الجديدة تناول سم الفئران، وهذه تفاصيل، ولكن قبل ذلك ما تنسوش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. إلى تفاصيل. الشاب القاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وضع حدا لحياته بتناول السم داخل منزلهم بدوار حدولاد فراغ، ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، لكن وافته المنية في الطريق قبل أن يصل إلى المستعجلات، وتم نقل جثته نحو مستودع الأموات ليخضع لتشريح طبي لمعرفة وقائع الحادثة التي تسببت في وفاته، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة. وفي نفس سياق حاولت تلميذة أخرى في اليوم نفسه وضع حد لحياتها بتناولها سم الفئران داخل منزل الأسرة، وتوجهت نحو مؤسستها بثانوية ابن خلدون، لكن ظهرت عليها أعراض الإصابة، مما تم إخطار إدارة المؤسسة التعليمية بذلك، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضروري، فتم إنقاذها، ومما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب إقدام التلميذ القاصر على هذا الفعل. شكرا لكم على المشاهدة.